اللي حصل على المركز الرابع في الدوري السوداني هذا الموسم. لحظات ونبدأ معكم اللقاء، ثم نقول تشكيلة الفريقين اللي يمكن تابعتوها في الاستوديو التحليلي مع زميل طارق رضوان. نتمنى التوفيق للفريقين. على بركة الله نبدأ المباراة، صفارة البداية والكرة على طول مع فريق الخرطوم السوداني. ممثل نادي الإسماعيلي في لقاء اليوم لحراسة المرمى محمد صبحي، قدام منه عبد الحميد سامي 4 مساك، مع أحمد عبد العزيز 3 وسامح عبد الفضيل 2. طرف اليمين مهاب سعيد 7، كريم مسعد طرف الشمال 6. قدام منهم ثلاثي خط الوسط أحمد خيري 5، عمر جمال وعمرو السلية رقم 14. وفي الهجوم أحمد علي 23 وجوني أنطوي رقم 19. أما فريق الخرطوم السوداني الضيف في لقاء اليوم بيمثله لحراسة المرمى محمد عبد المنعم شلبي، قدام منه 4 باكات من يمين للشمال، محمد مرسال 8، خليل علي 3 24، يحيى ديسي 23، اسماعيل صديق 20. قدام منهم 4 في نص الملعب، محمد حسن الطيب 12، ريتشارد جيستن رقم 6، نادر خليفة رقم 19، وصلاح عثمان الشهير بالأمير رقم 7 كابتن الفريق. قدام نجم الفريق عبد المنعم عنكبة رقم 11، وصلاح إبراهيم رقم 13. يدير اللقاء تحكيميا طاقم التحكيم من المملكة العربية السعودية فهد المرداسي حكم ساحة، مع مساعد أول أحمد الفقيهي، والمساعد الثاني عبد العزيز الأسمري، والحكم الرابع مرعي العواجي، ومراقب اللقاء فاروق سرية من سوريا. بدأت المباراة من دقيقتين، وادي على طول أول ركنية للنادي الإسماعيلي من ناحية اليمين. ادي معاها عمر جمال معانا في الكادر، هو النهارده اللي هيبقى متخصص بقى في الكرة الثابتة في وجود حمص خارج الخطوط. ومهاب رفع حلوة هدف أول، بداية جميلة يا أحمد يا علي، يا في الدقيقة الثانية أحمد علي هدف جميل ملعوبة من اليمين من عند مهاب سعيد، يرفعها يرجعها جدول بالرأس على طول عند العارضة اليمين، يدخل عليها أحمد علي قدام مننا يسجل أول أهداف وسجدة الشكر من لاعبي الإسماعيلي. طبعا كل اللاعبين سعداء أهي، بنشوفه مهاب يرفع تروح الناحية التانية جودوين بالرأس، ومعاها على طول داخل معاها الحارس مع أحمد علي. يعني الكل كان بيقول إن لعيبة الخطوط زعلانين، إنما واضحة من الإعادة ادي اهي الكورة جودوين لعبها مفيش أي حاجة. جودوين يمكن الحارس هو اللي مشتاق وهو اللي عامل الفاول، يعني لو ما كانتش هدف كان ممكن تبقى ركلة جزاء. أحمد علي وأول الأهداف، يتبقى هدف ونقول نقطة من أول السطر. أي ما احنا عارفين لقاء الأول بالسودان انتهى لصالح الخرطوم 3-1. يكفي النادي الإسماعيلي للصعود للدور الثاني انه يفوز على الأقل بهدفين، لكن نتمنى كده ان يكون أكتر. تبقى يمكن قبل استاد النيل كابتن ابو عبيده المدير الفني للمنتخب السوداني كان يمكن وانا بتكلم معاه حافظ فريق الاسماعيلي عن ظهر قلب، وحافظ اللعيبه المصريين. يمكن بيقول لي قبل المباراه احنا عايشين معاكم في مصر من خلال قنوات التلفزيون المصريه. ادي اهو في وسط الملعب تلعب الامير ينقل الملعب لنادر خليفه، هيبدا بقى يتحرك للامام. محمد مرسال الظهير الايمن ينقل للامام، انما تقلش من كريم من مسعد. ادي اهو صبري المنياوي المدير الفني اللي النهارده هو وجهازه الفني يعني بيقولوا المباراه دي واخدينها على عاتقهم، لان اعتقد كده عدم فوزهم باللقاء هيحطهم في حسابات تانية هيجي وقتها، بس يبقى ما نتكلم عنها. وادي محاولة للامام الامير وتصويبة انما خارج الملعب. بداية حماسية هنا في استاد برج العرب، الاستاد اللي يمكن بيشهد مباريات بدأنا بيه. يمكن اول مباراة كانت الموسم الماضي للاتحاد السكندري والاهلي هنا اقيمت، لكن اعقبتها بقى المباريات كلها اللي بدون جماهير، بدءا من كأس السوبر الى الاهلي والزمالك الى الاهلي والترجي الى الاهلي، ويعني اكتر من مباراة لعبت هنا هو في هذا الملعب. لكن عايز اقول يعني وشه حلو على كرة القمة المصرية، وافتتح سنة 2009 طبعا بافتتاح كأس العالم للشباب. ادي الكرة في وسط الملعب، محاولة انما
دافعه وفاول لصالح، واقع على الارض نجم الفريق صلاح عثمان الشهير بالامير كابتن فريق اهو. فاول ودفعه تتلعب على طول، ناقلها ريتشارد ناحيه اليمين عند اسماعيل صديق الظهير الايسر. اسماعيل في نص الملعب ينقل لنادر، نادر اتقطع من الطيب تروح ناحيه الشمال للظهير الايسر اسماعيل صديق مضغوط عليه. ادي محاوله للامام، شايفين النادي الاسماعيلي بادئ قدام مننا من ضمن التشكيله اللي قدامنا 3-5-2، انما ممكن تتعدل ل2-5-3 في الامام حسب بقى ظروف المباراه وحسب احتياجات كابتن صبري المنياوي. رمي التماس، مهاب يلعب الكره على طول تروح لعمر جمال يديها له مره ثانيه. ادي لما في نص الملعب راجع للسوليه، السوليه ينقل على طول لمودي اماميه محاوله من احمد علي، انما دفعه من احمد علي. ادي احمد علي قدامنا وصفاره من حكم اللقاء. 7 دقائق مع بدايه احداث المباراه اللي بدات ساخنه بين الفريقين. نادي الاسماعيلي سجل له احمد علي هدف في اول دقيقتين من بدايه المباراه. ركله حره مباشره لنادي الخرطوم يلعبها حمد عبد المنعم الحارس في نص الملعب، ترجع للامير بيمضي على كل كره الامير، انما ناخد بالنا من النهارده اكيد عنكبه. بص اهو عنكبه اول لعب على طول معاه عبد الحميد سامي ظل، انما تتقاطع. واضح جدا ان الفريقين كل منهم حافظ الفريق الثاني. وادي محاوله للامام ملعوبه للامام معاها عمر جمال، انما يدخل ويقطعها على طول اللاعب اسماعيل صديق. تتلعب لمهاب عاليه، هو يقول حتى الان المفاتيح للنادي الاسماعيلي هتبقى ناحيه اليمين زي ما احنا شايفين. البدايه مهاب سعيد وتحركاته هو عمر جمال واخدين جنب الايمن اكتر، وتحركات اسرع للنادي الاسماعيلي من الجانب الايمن. لمسه لجودوين وتخرج او جون تخرج منه خارج الملعب. وادي عبيده سليمان المدير الفني للفريق السوداني، وادي الكابتن صبري المنياوي. رمي التماس للدراويش، يلعب على طول مودي ورا لعبد الفضيل لسامي، عبد الحميد سامي الصمام الاماني النهارده بيدور على مساحه، يلعب على طول لخيري لمهاب، ينقل على طول لعمر لما تتقطع مقطوعه ناحيه اليمين. نادر خليفه، نادر هات وخد، انما عامل كويس قوي عبد الحميد وراجع كورته لخيري، انما تخرج بره الملعب. رمي التماس ادي قدامنا اللاعب صلاح ابراهيم، انما رمية التماس تتلعب ياخدها فريق النادي الاسماعيلي اماميه. ثرو باس جميله قوي جون، انفراد كورتك، واقف كورته، يلعب العرضيه داخل معاه، يلعب علي قاعد علي، انما يدخل الدفاع. مش معقول فرصه، انما جون لو كان عنده كونتر اتاك. طبعا المباريات بتفرق قوي في الحاجات اللي زي دي. وادي على طول العرضيه من كريم مسعد، لسه كريم معاها، مثابر الولد ده، حلوه، اقطع، يلعب العرضيه انما تخبط في الدفاع لسه، انما تخرج الى خارج الملعب. ركله رمي التماس. واضح جدا ان في نوع من التوتر عند المدافعين والاثنين المساكين في فرقه الخرطوم حتى الان. يمكن الكره بتفوت منهم وبيطلعوها كده برعونه، انما واقع للمره الثانيه. ادي اهي الكره دخل فيها احمد وينفرد بالمره وبيلعب الكره، انما تخبط في الحارس. بص بقى جون لو كان عنده، لو في بقى مباريات بقى وبيتحرك كان زمانه اسرع ودخل. واحمد علي بردك فيها بطء، هي بردك يعني بسبب طبعا
لازم هنقول قله المباريات بتفرق في الفورمه، بتفرق في دخول اللاعب فورمه. ادي احمد علي، انما بدايه كويسه جدا، بدايه حلوه للاسماعيلي ان هو يسجل هدف في بدايه اللقاء. يمكن النادي الاسماعيلي لعب في البطوله دي حوالي 9 مرات، افضل نتائجه كانت من 3 سنوات، وصل ل الدور قبل النهائي او النهائي مع الصفاقسي وخسر في المباراه. النهارده بيغيب نجم النادي الاسماعيلي محمد حمص. ادي اهي اعاده للهدف، جون وعلى طول راسيه من احمد علي بيعيدها لنا مخرجنا مخرج اللقاء حسن يوسف. النهارده المباراه منقوله على التلفزيون المصري وقناه النيل للرياضه حصريا، ويمكن عايزين نقول جهد كبير جدا اتعمل مع اتحاد الاذاعات العربيه من الزملاء، وبخاصه المتحدث الرسمي للنادي الاسماعيلي كابتن علاء وحيد ابن التلفزيون المصري. رمي التماس لنادي الخرطوم، 11 دقيقة من بداية أحداث المباراة، متابعينا على تلفزيون جمهورية مصر العربية ونايل سبورت هنا على استاد الجيش ببرج العرب. وتقدم الإسماعيلي بهدف سجله أحمد علي بعد مرور دقيقتين من بداية اللقاء. يقطع عبد الحميد ثاني، تروح لجون، يا ولد بالعقل كده يركن كورته ويلعبها سريعة من سلية، يلعب الكرة سريعة السلية لأحمد علي، إنما داخل معاها الحارس محمد عبد الفتاح. يلعب محمد عبد الفتاح عالية، تسقط على طول لعنكبة، خد بالنا منه بقى عنكبة، إنما راجعة ورا معاها عبد الفضيل يرجع لمحمد صبحي. محمد صبحي مباشرة على طول للأمام عند أحمد علي، تسقط لأحمد علي ويستلم أحمد علي ويلم، بيدور عايز يغير الناحية اللي هناك عند مهاب، راحت لخيري لعمر جمال، طالع له مهاب حلوة يسقطها له جميلة، يلعب العرضية يلعب، إنما على طول تطول الكرة، إنما جملة جميلة حافظينها دراويش مصر اتعملت بجميلة قوي من نص الملعب، اتغيرت راحت الناحية الثانية. بقول لكم مفتاح اللعب للنادي الاسماعيلي عن طريق عمر جمال ومهاب، ومعاهم احمد خيري، عاملين مثلث من الناحيه اليمنى بشكل كويس جدا، ناجحين ان هم يمروا. ادي اهي تمريره حريريه جميله جدا، انما لسه هقول مره فارق الفورمه، فارق المباريات هتفرق في حاجات زي كده. اتمنى كده الاسماعيلي يخلص الماتش بدري، لان فارق اللياقه فريق الخرطوم السوداني مكمل دوري على ما اعتقد مستوى البدني عندهم اعلى، عندهم فورمه اعلى، العلم بيقول كده مش احنا اللي بنقول. يلعب الحارس اماميه، ترجع ورا لمهاب، لعبد الحميد لمهاب مره ثانيه، طويل عمر جمال، عمر لمهاب، بيسلسل لعيبه النادي الاسماعيلي كرة مع بعض. تمريرات محاولة كده لفتح صاغة، بدأوا يمشوا ملعب شوية فرقة الاسماعيلي. بنلعب في الدقيقة 13 أو الدقيقة 14 من بداية اللقاء، يعني داخلين على الثلث الأول من الشوط الأول، والتقدم للدراويش 1-0 عن طريق أحمد علي. طولية تلعب على طول من مهاب، انما تخبط في محمد حسن الطيب وتخرج خارج الملعب. طويلة على طول احمد علي، استلم احمد تحت ضغط، معدي بشكل، انما حكم اللقاء على طول فهد المرداسي مدي ركله حره مباشره للدراويش. اهي بتتعاد مره اخرى، ركله حره. يمكن متابعين معاكم هذا اللقاء من كل مكان،
الزميل المحلل طارق الجويني يمكن على طول نزل لنا الهدف دلوقتي، كل اللي يتابع على الفيسبوك يشوفه دلوقتي. هدف الاسماعيلي، يعني متابعات في كل مكان على التلفزيون المصري، على النيل، ومن على الفيسبوك. ويمكن معايا هنا التلفزيون قناه اسكندريه الزميل خالد عبد الشفيع، وادي كرة على طول ترجع، ومحاولات مجهود كبير بيعمله الزملاء في التلفزيون المصري، مش في الكرة بس، حتى يمكن المجالات. وشفنا يمكن اليومين اللي فاتوا الاتجاهات كلها للتلفزيون المصري وللنيل الرياضة والقنوات الإقليمية عاملين شغل جميل جدا خلال الأحداث الجارية في مصر. عبد الحميد سامي، ده سامح عبد الفضيل، سامح غير، هو عبد الحميد، سامح اماميه على طول، غير بقى الاسماعيلي 3 ورا زي ما قلت لكم، ادي 3-5-2 بداوا يتحركوا، بدا عمر جمال هو واحمد علي وجون يتحركوا، وادي على طول خيري بيلعب لجون، جون يلم هيلعب بشماله، راحت لخيري، خيري جوه، يا ولد بالكعب، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا خيري، حلاوتها منك يا خيري والاحلى منك يا جون. يا سلام يا خيري على البليسنج الحلوه اللي نقلتها. كره مصر، كرة البرازيل، هدف جميل مفيش كلام، ملعوبة ملعوبة هنشوفها مع بعض منك يا خيري، والله جميل 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 جميل. هدف 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 بعد ايه؟ بعد مرور 16 دقيقة. جون بيحيي زمايله، انما لازم نحيي احمد خيري في الكرة اللي فاتت. بص بقى ادي عمر جمال ينقل على طول خيري، لعبها لجون، يديها له مرة تانية، يلف يشوط ترجع، بص بقى الكرة، بص الكعب، يا سلام يا سلام يا سلام، هي دي الكرة، هي دي الحلاوة، هو ده اللي احنا بنشوفه في ارض الملعب. جون بص هيعمل ايه خيري، بص الكعب، بص التسديدة الحلوة جوه جول. هدف تاني جميل للاسماعيلي، هدف عيد يا حسن، مرة واثنين وثلاثة مفيش كلام، مباراة هدف جميل. بص رايحة ازاي، بص الزاوية دي، هي الزاوية الحلوة دي، هو ده الكلام اللي بنقول عليه، مباراة جميلة جميلة على استاد الجيش ببرج العرب. كنا نتمنى نسمع هنا هو الصمبة المصرية، جماهيرنا، جماهير الاسماعيلية، كنا نتمنى جماهير مصر. شفنا يمكن الجماهير المصرية جت للنادي الاهلي هنا في هذا الاستاد وكانت بتحييه في لقاء الترجي. نتمنى عودة الجماهير للملاعب، نتمنى الدوري يعود مرة اخرى، نتمنى كرة القدم، لان هي دي الحلاوة اللي بيحبها الشعب المصري. واكيد طبعا الزميل مخرج مجدي الليسي سعيد جدا بالهدف الثاني اللي سجله جون للاسماعيلي. هدف جميل، 2 للاسماعيلي لا شيء الخرطوم السوداني، وبنلعب في الدقيقة 18 من بداية احداث اللقاء. الثانية 2-0. احلو اللقاء، ادي عنكبة ممسوك النهارده، مش مدينه فرصه لعيبه الاسماعيلي اهو. بص على طول سامي يدخل ويقع الكوره من قدام منه زي ما قال لي كده. ادي عنكبه اهو، محمد عبد المنعم النجم الكبير لفريق الخرطوم، واللي يمكن كابتن المريخ. رميه التماس هيلعبها محمد مرسال للامير، ادي الامير صلاح عثمان والشهرة الامير، انما عمق دفاعي كويس جدا من النادي الاسماعيلي وتخرج خارج الملعب. ادي رمية التماس هيلعبها نادر خليفة. نادر بدأ بقى فريق الخرطوم يتحرك للامام، هدفين دلوقتي يعني ما عندوش فرصة تانية. كده اصبحت المباراة فضلت على هذا الحال، ان شاء الله يصعد النادي الاسماعيلي للدور الثاني. ادي محاولة، انما يخرج الدفاع على طول خليل علي، يطلع الكرة قبل ما تروح لجون، ده يحيى ديسي والله اللي طلع الكرة. وادي جون انطوي لاعب النادي الاسماعيلي، تتلعب لمهاب، مهاب لعمر، ترجع ورا حميد، يسقط الكرة ورا لعبد الفضيل، ترجع له مرة تانية. ادي محاولات لفتح ثغرة، الاسماعيلي بيستخدم الزاوية اليمين، لكن الهدف الثاني جاه بلعبة في الجانب الايسر او المنتصف. يعني احنا قلنا مفاتيح نادي الاسماعيلي من البداية ناحية اليمين، خيري بيتحرك هو ومهاب وعمر جمال، انما لما اتحركوا الناحية الثانية ايضا النادي الاسماعيلي قدروا يسجلوا الهدف الثاني.
رمي التماس للنادي الاسماعيلي. تلت ساعة 20 دقيقة من بداية أحداث المباراة. متابعينا على تلفزيون جمهورية مصر العربية ونايل سبورت، مستمتعين معاكم بهذه المباراة. كنا نتمنى ان احنا نستمع الى الصنبا الاسماعيلي، نسمع ليه، نتمنى نسمع ليه الجماهير. ان شاء الله قريبا كده نتابع الجماهير سواء دوري سواء كاس، لكن نتمنى ان الدوري يعود. ادي مهاب هو وعمر، وادي يا ولد على اللمسه. النهارده جايين نستمتع بالمهاره. تتلعب ناحيه اليمين، محاوله انما مقطوعه، ياخدها مهاب، يقطع مهاب، هيلعب العرضيه، لعب العرضيه عند احمد علي داخل. يا خير يا سلام على المردوده، يا سلام على الكوره اللي داخل. هدف جميل والله. اتلعبت سقطت من احمد علي، تروح الناحيه الثانيه، يدخل على طول فيرست تايم. احمد خيري يسجل الهدف الثالث بعد مرور 21 دقيقه. صبري المنياوي طبعا بيكلم لاعيبته. احمد خيري وتصويبه جميله جدا بعد مرور 21 دقيقه. بص مهاب مفتاح اليمين، يلعب يعمل على طول عليها تعدي على طول وتروح لاحمد خيري، يعمل معاها شغل كويس جدا. انما هو بص مهاب يلعب، وادي احمد علي تسقط من الدفاع، انما هوبا يدخل على طول احمد خيري يسجل الهدف الثالث. 1 و2 و3 ويلا. من هنا طبعا الزاويه دي جايبه لنا احمد علي. انما هدف جميل، 3 اهداف ملعوبه من النادي الاسماعيلي في اول تلت ساعه من بدايه اللقاء. يتغير الحال وسبحان مغير الاحوال. يتقدم النادي الاسماعيلي على طول 3-0. نخلي بالنا. انما بص بقى راجع، يا سلام يا مهاب، طلع هو وقطع الكره اللي فاتت، راجع للدفاع، بدأ بقى يفتح الانتشار فريق الخرطوم، ما عندوش حاجة يبكي عليها. وادي يا سلام على اللمة يا عمر لمم حلو قوي، يدي لأحمد علي. أحمد علي يستلم ويلعب للسولية، السولية يغير الملعب، جايبها لنا هنا اهو عند كريم مسعد. كريم طالع بيساعد، يلعب على طول سريعة. بص عمر جمال جاي الدور ده الناحية دي، يا سلام عايز يمشي له كوره. شايفين بقى الكوره اللي بتتلعب بقى اللي فيها حرفانه دي بقى، اللي بنشوفها في بتتلعب بيها الطزه وكره الشراب. الكوره اللي بتتلعب بتتمرر كده من ورا واحد ويعدي، انما طلعت بره الملعب. ادي عمر اهو، يا ايوه اهي. حسن بيجيب لنا بقى ايه النهارده اللمسات. مباراه النهارده هنشوف فيها بقى لمسات بقى وكباري وحاجات من دي من اللي بيعملوها الدوش. 3-0 للاسماعيلي. بنلعب في الدقيقة 23 من بداية أحداث المباراة. متابعينا على تلفزيون جمهورية مصر العربية ونايل سبورت. يستلم مهاب، قدامه مساحة، مفتاح الإسماعيلي النهاردة في ناحية اليمين، ناجح وموفق. يرجع بكورته لعبد الحميد سامي لأحمد علي اللي نزل يستلم لخير يا ولد، بيوزع حلو قوي النهارده يا واد، ينقل الكرة حلوة قوي بلمسة كده بمشط الرجل. مهاب سعيد يفوتها ويعدي من ورا اسماعيل صديق ويلعب العرضية، انما يشتتها يحيى ديسي. ترجع مرة تانية عمر جمال، نصب السيرك الاسماعيلي. ادي اهو كريم داخل مسعد، انما على طول الركنية يدخل مرسال ويحولها. نصب الدراويش السيرك. بدأنا نتفرج على الكرة الجميلة اللي وحشانا من زمان. ركنية للنادي الاسماعيلي. عمر جمال يلعبها لكريم مسعد، كريم والرأسية انما ما جاتش، ترجع ويقطعها الدفاع. معلش الجايات احلى ان شاء الله. في النص عند عنكابة، انما مقطوعة ولا السولية مخلصها كويس قوي. ترجع مرة تانية محاولة، انما دفعة وصفارة وركلة حرة مباشرة من حكم اللقاء فهد المرداسي. ادي اهو شايفينه طاقم التحكيم ابناء المملكة العربية السعودية كلهم من منطقة الرياض، وكما يطلقون في السعودية الرياض. وادي على طول تمر الكرة، انما ركلة مرة.
ركلة مرمى محمد صبحي ما قلناش اسمه كتير النهارده ومش عايزين نقول اسمه كتير. 25 دقيقة من بداية أحداث اللقاء، يلعب الكرة تخرج خارج الملعب، رمي التماس من منتصف الملعب من قدامنا هنا قدام المقصورة الرئيسية، يلعب انما يقطع على طول كريم، وادي مودي مع الكورة تروح لعنكبة، عنكبة يرد كورته عند ريتشارد مرة تانية، محاولات للأمير، الأمير يرفع الرفعة انما سقطت الكرة وفاتت وراحت عند عنكبة ناحية الشمال، فاتت من الكل انما الدور ده معاها مهاب سعيد يقطع ويلعب أمامية وصفارة، تحذير من المرداسي بيحذر مهاب سعيد وعنكبة. هنشوف الكرة اللي فاتت، ادي مهاب لا داخل على رجله عنكبة، داخل بشكل، وادي كابتن صبري المنياوي بيسجل ملاحظاته، متقدم 3 لكن لاحظناه بعد الهدف الثاني كان منفعل على لعيبته، كان في شيء معين عايز يقوله يتنفذ. طبعا سماع كلام المدير الفني بيفرق كتير جدا مع اللاعب، خصوصا لما يبقى مركز في المباراة، لان بتفرق كتير جدا المعلومات اللي بتتقال والخطة، لان كل دي بتبقى مدروسة للفريق الاخر. وطبعا اللي بيساعد على الكلام ده اكتمال اللياقة الذهنية والنفسية والبدنية والمهارية. طبعا صعب ان احنا نقول مكتملة كل هذه الامور في ظل الظروف اللي احنا فيها دلوقتي. ادي محاولة من كريم مسعد ناحية الشمال، كريم ومقفول عليه الملعب وعايز يعدي الكورة كده ما بين رجلين اللاعبين انما تتاخد منه ويخطفها على طول تروح للامير. الامير امامية عند صلاح ابراهيم انما تتاخد منه، كريم لخيري، خيري للسولية، السولية بيفكر يسدد انما غير وعطى لمهاب، مهاب بيعدل هيسدد ولا لا، انما فكر وراح لعمر جمال، عمر جمال سيرك بيعملوا الاتنين مع بعض، يلا يا مهاب يلا يا مهاب، انما رأس ديسي معاها، يلا يا مهاب وديسي يطلع الكورة. ادي مهاب اهو النهارده يمكن عايز اقول مفتاح الشوط الاول للنادي الاسماعيلي، واكيد الاستوديو التحليلي كابتن خالد جد الله نجم وسط منتخبنا السابق والنادي الاهلي، كابتن عبد الرحيم محمد نجم الكبير الصديق العزيز، وايضا الزميل والصديق العزيز كابتن طارق رضوان، اكيد هيكون لهم كلام على مهاب سعيد بين الشوطين. مقطوعه انما لسه مع نادي الخرطوم، و28 دقيقه من بدايه احداث الشوط الاول، متابعين على التلفزيون جمهوريه مصر العربيه اونلاين سبورت. 3 الاسماعيلي لا شيء الخرطوم، وادي عنكبه ينقل لصلاح ابراهيم انما قاطع على طول سامح عبد الفضيل، ناقل لخيري، خيري النهارده لاعب ارتكاز عامل شغل كويس جدا في مكانه، يرجع ورا مودي لسامي لمهاب، مهاب لعمر جمال، عمر جمال عايز يفوت الكرة انما تتقطع وياخدها نادي خليفة وهو بيتحرك في دفعة، وشايف كده في انذار هيطلع كارت، وفعلا اول انذار في اللقاء من نصيب محمد حسن الطيب، عرقلة. ادي اهي هيعيدها لنا مخرج اللقاء اهو، داخل من الخلف، عرقلة من الخلف مظبوط بينال عليها انذار. حتى الان طاقم التحكيم السعودي بيؤدي مباراة بشكل كبير جدا. رجع الكرة مع النادي الاسماعيلي، السولية يلعب لاحمد علي اللي ما سمعناش اسمه بقى لنا دقيقتين 3، لكريم مسعد، للسولية، لاحمد علي، احمد علي ينقل للخير، يا ولد بالكعب كده هو يرجع كورته بشكل كويس للسولية، مهاب انما راجعه للامير كابتن فريق السودان، تتخطف منه على طول وترجع لاحمد خيري، احمد علي انما مقطوعه ولسه مع عمر جمال، ياخد هات وخد هو وخيري، هيوديها ناحيه اليمين ولا يعدي، عدى وفات لاحمد علي، هيسدد انما تخبط في ايه؟
عمر جمال، وعمر جمال كان في موقف تسلل معاها رايه وصفاره وركله حره غير مباشره اتلعبت سريعه في نص الملعب مع ريتشارد. يغير الملعب ناحيه اليمين لمحمد مرسال الظهير الايمن. مرسال ينقل على طول في النص، ترجع له مره تانية انما تتخطف، خاطفها بشكل كويس جدا نادي الاسماعيلي، وملعوبه قدام جون بالراس. انما عمر جمال بيرجع بيها ورا، عايز يلعبها لاحمد علي، كان خد خطوه معلش تتقاطع الكوره وفاول على النادي الاسماعيلي. دفع لصلاح ابراهيم، تتلعب على طول سريع. بص عنكبه، بص عنكبه بيقطع ازاي، عايز يتلم على الكوره، بيحرجم على اي لعبه، انما مقفلين عليه الملعب لعيبه الاسماعيلي. تتخطف وملعوبه للامام. احمد علي ساند عليه انما ما فيهاش اي حاجه، الخليفه ساند انما يقف على كورته. عمر جمال وعرقله اخرى ودفعه من الخلف، دفعه من الخلف من نادي الخليفه، نفس اللعبه اللي عملها محمد حسن الطيب. العرقله من الخلف عارفين طبعا بيعاقب عليها القانون بانذار. واقع على الارض السلامه. ادي اهي احمد علي واخد عرقله قويه جدا. ادي اهي بتعاد ولسه بيتعارك خارج الخطوط احمد علي. يمكن هذا اللقاء زي ما قال لي الزميل سيد فلاح كلف النادي الاسماعيلي حوالي 250,000 جنيه عشان يتلعب هنا في استاد برج العرب، وكان يتمنى انه يلعب. طبعا عارفين المباراة دي كانت ما بين لغاية اول امبارح كان الحوار على انها تتلعب. احنا نفسنا كتلفزيون كنا عارفين ان احنا هننقل هذه المباراة استاد عجرود بالسويس، لكن اتنقلت هنا لاستاد برج العرب. والمباراة دي يمكن كلفت النادي الاسماعيلي في ظل الازمة المالية الطاحنة اللي بيعيش فيها النادي 250,000 جنيه. ترى بقى مين هيقدر يعوض؟ طبعا في ظل توقف الدوري ومفيش بث ومفيش نسب ومفيش اي حاجة، الاندية هتعمل ايه الفترة اللي جاية؟ طبعا في رعاة، انما كان الله في عون الرعاة وكان الله في عون الاندية. مرسال تتخطف منه، ياخدها احمد علي، يرجع مرة تانية لكريم، لعمر، للسولية، سولية يلم ويعدي، يرجع مرة تانية لعمر جمال. عمر ساب الجانب اليمين وجالنا هنا واتحرك، انما جون ما فهمش الكرة اللي عايز يعملها معاه هات وخد، كان جاري هو اللي عايز تتقطع له الكرة، انما كان عايز يعمل معاه هات وخد عمر جمال. مقطوعة مرة تانية، انما ترجع في النهاية الناحية اليمين عند مهاب سعيد، مفتاح الاسماعيلي خلال التلت ساعة الاولانية. بدأنا نشوف عمر جمال يتحرك واحمد خير في نص الملعب. ترجع الكرة مرة اخرى للخلف عند خليل علي، خليل في النص لعثمان، عثمان لنادر الخليفة، نادر للامير، الامير انما داخل وقاطع عمر جمال بشكل كويس جدا. ادي امامية على الطرف لاحمد علي، احمد هيعمل ايه؟ كنت له انما رجع خدها مرة تانية ويلعب للسولية، انما على طول طويلة عدت للامام. ادي عمرو السولية راجع بعد الكرة اللي فاتت في النص مع فريق الخرطوم. سلسلة كده في منتصف الملعب، ترجع ليحيى ديسي للحارس، كأن كده فريق الخرطوم السوداني بيبحث عن ثغرة للتقدم قدام. انما نبص نلاقي الاسماعيلي 3-4-3 محولين الملعب الى 3-4-3. لو شفناه من فوق عبد الحميد سامي وكريم مسعد وسامح عبد الفضيل عاملين 3 ورا، قدام منهم بيتحرك مهاب سعيد وكريم مسعد واحمد خيري والسولية ومودي. تروح ناحية الشمال، رجع قفل فريق نادي الاسماعيلي
ادي هم 3-5 قافلين الملعب، ودي تتلعب ناحيه عنكبه. عنكبه يلعب العرضيه، انما برافو محمد صبحي قاطع على الكوره وواخدها قبل صلاح ابراهيم. ادي عنكبه اللي لعب الكوره اللي فاتت، و35 دقيقه متابعينا على تلفزيون جمهوريه مصر على العربيه ونايل سبورت، وتقدم اسماعيلاوي 3-0. يلعب صبحي انما تسقط، يستلم عنكبه على صدره. عنكبه انما معاه على طول مودي، ياخدها يلعب لعمر جمال. عمر يسند انما السنده ما جاتش معاه، وقعت تحت رجله وراحت على طول لخليل علي. خليل وثرو باس لصلاح ابراهيم، مش تسلل لصلاح ابراهيم. هيلعب العرضيه، لعب العرضيه لعنكبه، بيلعب كده خلفيه مزدوجه انما كان امبالانس، ما كانش مظبوط، عشان كده الكره طلعت منه عاليه فوق بره الملعب. ادي اهو محمد عبد النبي عنكبه، وادي السرور باص الجميل اللي اتلعبت له. الكره اللي قبل منها اللي خدها محمد صبحي. ادي اهو محمد صبحي، بتتعاد لنا الكره، يمكن اخطر كره لفريق السودان حتى الان خلال الشوط الاول. ادي اهي الجمله اللي اتعملت، وبتتعاد مره واثنين وثلاثه، ومعاها محمد صبحي. احمد علي لسه كرة معاه. احمد علي للسولية، سولية ثرو جميلة عند عمر، بيتحرك، هيتحرك عمر، جايه له ناحية اليمين انما لعبها ما راحتش الزون، قطعها الدفاع. تتاخد مرة تانية ودفعة وفاول صالح الخرطوم. ركلة حرة مباشرة للخرطوم السوداني. 37 دقيقة من بداية اللقاء متابعينا على تلفزيون جمهورية مصر العربية ونايل سبورت، وتقدم الإسماعيلي على الخرطوم السوداني ضمن واحدة من مباريات الدور الثاني لبطولة كأس الاتحاد العربي لكرة القدم موسم 2012-2013 أو موسم 2012-2013. مهاب لعمر للسولية، يلم ويعدي، يرجع مرة تانية لخيري، بيتحركوا مع بعض كجمله فرقه الاسماعيلي. ادي ترجع مره خيري، يعملوا مثلث 1 و2 ويروحوا مرمين الكره لقدام، انما قفل فريق الخرطوم، فرجعت الكره على طول لمحمد صبحي يرمي كره للامام لعمر جمال، عدى استلم ويلعب الكره، انما لمسه حكم اللقاء بيقول ما فيهاش اي حاجه، يلعب على الكره. تسال عند ريتشارد اماميه عند الامير، انما تخرج خارج الملعب. رمي التماس تتلعب، ترجع ورا عند ريتشارد اللاعب الوحيد في الفريق اللي من الجنوب، يعني اصبح النهارده في دوله اخرى غير السودان بعد الانقسام اللي حصل لدوله السودان، بقت دولة فوق في الشمال ودولة في الجنوب. وادي اهي ريتشارد يسدد بعيدة، رايح معاه محمد صبحي انما مطمن عليها وتخرج خارج الملعب. ركلة مرمى للإسماعيلي. 38 دقيقة من بداية أحداث اللقاء متابعين على تلفزيون جمهورية مصر على العربية والسبورت. 3 الإسماعيلي لا شيء الخرطوم. بنذكركم ان اللقاء الأول كان انتهى في السودان بتقدم الخرطوم السوداني 3-1. اسماعيلي يكفيه هدفين. كانت بداية سريعة من نادي الاسماعيلي عن طريق احمد علي بالرأس بعد مرور دقيقتين، وادي اهو الفاول بيتعاد. والهدف اللي سجله جون من الكرة اللي عملها له رجعها له كده بالكعب احمد خيري، جميلة جدا في الدقيقة 16. واضاف احمد خيري الهدف الثالث في الدقيقة 21. رتم الاداء هدأ نوعا ما. تفوت الكرة وعلى طول السولية يلعب للامام لعمر جمال، ترجع مرة تانية انما مقطوعة. محاولة لفريق السودان، معاها صلاح ابراهيم انما تتخطف منه وترجع مرة تانية في النص لنادر خليفة، يرجع لخليل علي، واقع صلاح ابراهيم ماسك رجله اليمين. سلامات بنلعب في الدقيقة 40. انا وسامح وعبد الحميد. ادي الكرة اللي اشترك فيها هو وعبد الحميد سامي، ودي ايد الكابتن
صبري المنياوي وادي السولية وحب حميد بيتكلموا مع بعض. نادي الخرطوم زي ما قلت لكم انتهى الدوري في السودان وحصل على المركز الرابع. وادي حكم اللقاء السعودي فهد المرداسي بيطمن على اللاعبين. وادي الجهاز الفني لفريق السودان، الجهاز الفني كابتن ابو عبيده سليمان مدير فني، هشام عبد اللطيف مدير كرة، محمد عبده مدرب حراس مرمى، صلاح حسين مخطط احمال، دكتور هاني جمال الدين طبيب، البساطي عثمان علاج طبيعي، نور الدين خير الله معدات، وعلي بحر اداري. نادي الاسماعيلي كابتن صبري المنياوي مدير فني، كابتن اشرف خضر مدرب عام، كابتن حمام ابراهيم مدرب، كابتن سعفان الصغير مدرب حراس مرمى. الجهاز الاداري كابتن احمد صالح، وعايز اقول يعني جهد كبير عمله لنا كابتن احمد صالح، كابتن احمد سلمان. الجهاز الطبي دكتور مجدي الباز رئيس الجهاز الطبي، مع دكتور جمال الطلي اصابات ملاعب، وكابتن احمد سدمد اصابات ملاعب. مرسال يلعب الكرة اماميه عند عنكبه انما مقطوعه ويسيبها ريتشارد، حس انه مقطوع عليه قال العب الكرة رمي التماس افضل، ترجع على طول ورا تتلعب بالعرض. محاولة من الخرطوم، وادي عنكبة عايز يقطع ويتلمع الكرة انما على طول يخطف النادي الاسماعيلي. كريم مسعد يلم، مهاري والله كريم، من الصفقات الجميلة اللي جت النادي الاسماعيلي. كريم يلعب لاحمد علي، تحية من اللي موجودين من اللم اللي عملها وبيتحرك، يلعب على طول لعمر جمال، هيديها له مرة تانية مش اوف سايد، قطع وبيلم وداخل. صعب قوي تاخد الملعب كله يا كريم لوحدك، صعب. عشان كده يمكن فقد توازنه، يمكن بقى التسقيف اللي من بره من زمايله ومن الاعلاميين اللي قاعدين بره سخنته شويه على الكره اللي فاتت دي، فلم محرك اهو بص بتتعاد، اخد وعدى وفات واخد الثاني والثالث ورايح. دايما كده اللاعب الاعصر بتحس كده ان عنده مهاره عاليه، المخ الفص اليمين بيبقى شغال كويس قوي، وبيبقوا طبعا عايز اقول ايه حالات شاذه لعيبه اللي بيلعبوا بالقدم. وادي على طول عاليه انما ترجع مره ثانيه، لسه فيها خطوره لنادي الخرطوم. وادي تسديده على طول من بعيد، تسديده قويه يعملها محمد مرسال الظهير الايمن. ادي اهو محمد مرسال اللي سدد الكره اللي فاتت. بنلعب في الدقيقه 43 متابعينا على تلفزيون جمهوريه مصر العربيه ونايل سبورت. والاسماعيلي 3 الخرطوم السوداني لا شيء. وركله المرمى يلعبها محمد صبحي، تعدي نص الملعب يقطعها ريتشارد لصلاح ابراهيم عنكبه يستلم ويرجع بكورته ورا للامير ناحيه الشمال عند اسماعيل صديق. جمله بدأوها كويس، يمكن افضل جمله عملها فريق الخرطوم لغايه دلوقتي، لكن ما كملتش فرقه الاسماعيلي، كله رجع. وادي على طول يقطعوها على طول فرقه الاسماعيلي، مأمنين كويس جدا. وادي قطعه حلوه من النادي الاسماعيلي، وتحيه من القلائل اللي موجودين معانا الاداء اللي بيأدي بيه النادي الاسماعيلي. بدأنا الدقيقه 44 من بدايه احداث اللقاء، متابعينا على تلفزيون جمهوريه مصر العربيه ونايل سبورت. ترجع مره ثانيه مودي لاحمد علي، احمد يرجع لعبد الفضيل، لسامي يلم لمه حلوه، عبد الحميد سامي عدى ويلعب لاحمد خيري. فاتحين الملعب بشكل كويس الاسماعيلي. كريم مسعد، كريم عايز يدي لاحمد علي هات وخد، ما قراهاش كويس او عدى وفات، خدها فريق الخرطوم. بدايه هجمه للخرطوم السوداني، بدايه ويتحرك ريتشارد، انما على طول عبد الحميد سامي قبل ما يلمسها عنكبه واخد تعليمات ما تخلوش يلمسها، وفعلا تركيز اللاعب بيفرق كتير قوي. ريتشارد يستلم الكرة ويعمل لونج باص جميله قوي، ترجع عند الامير، ايوه الامير يلم، انما يا سلام على القطع، حلو قوي يا خيري، دخل في الوقت المناسب. ادي احمد خيري قدامنا اهو، قطع الكرة اللي فاتت بعد اللمه اللي عملها صلاح عثمان كابتن الفريق السوداني. ادي صلاح اللي هيلعب الركنيه، لعب الركنيه انما يطلعها احمد علي
في الامام جون يعمل ارتقاء عالي، انما وهو طالع يحتسب حكم اللقاء ركله حره مباشره لصالح السودان. اهو طالع عالي، اعتبره طالع وساند. حتى الان طاقم التحكيم السعودي بيأدوا المباراه من وجهه نظري المتواضعه يعني بشكل طيب جدا. اكيد بقى استوديو التحليلي التحكيمي هيقول لنا، اكيد زميلي ناصر صادق على ما اعتقد هو اللي ممكن يحلل لنا الاداء التحكيمي لهذه المباراه. شايف الحكم رابع مرعي العواجي هيرفع اللوحه، ودقيقه واحده وقت محتسب بدل من الضائع متابعينا. ادي اهو شفناها قدامكم، دقيقه لقاء من البدايه للنهايه كله حركه. استمتعنا ب3 اهداف، نتمنى كده نشوف غيرهم للنادي الاسماعيلي الشوط الثاني. طبعا النتيجه 3-0. لو سجل فريق الخرطوم هدف في الشوط الثاني وما حصلش اي نتيجه، يبقى في الحاله دي هنلجا لركلات الترجيح من علامه الجزاء. دي الحاله الوحيده اللي ممكن نلجا لها. ركله حره مباشره للخرطوم من نص الملعب، واقف عليها ريتشارد، رجله كده تقيله. وعلى الساعه تاني فاضل اقل من 5 ثواني على نهايه الوقت المحتسب بدل من الضائع. وريتشارد يلعب الكره العرضيه وتسديد جديده، وعلى ما اعتقد هيصفر حكم اللقاء. وفعلا صفرت، اللاعبين ملمومين حوالين منه، انا شايف انها صفرت نهايه الشوط الاول. فعلا صفرت نهايه احداث الشوط الاول. متابعينا على تلفزيون جمهوريه مصر العربيه ونايل سبورت بتقدم النادي